هي أدرى الباب بتاعها ايه للعبادة. احنا ممكن نحب الصلوات كلها والطاعات كلها، في طاعة بتبقى أحب إلى قلبه فيها تعرف بيها صيام قيام، لكن لازم نتفق على قاعدة ثابتة أساس. بالله عليكم يا بنات، والله أنا كنت أتمنى على الله أقعد قعدتكم ده وحد يجي يقول لي، ولا ضيع ولا ثانية ولا ساعة ولا سنة في معصية ربنا سبحانه وتعالى. الواحد بيفتكر دلوقتي بيشوف البنات، أقول يا ربي هو هي البنت لابسة قصير جدا، طب سقعانة، ده احنا لابسين وكلاسين فوق بناطيل فوق بناطيل وبتبقي متلجة المسقعانة. قالت لك يا ماما لا ده في شراب بيجي كده، الشراب جواه مبطن بس هو مبين ان هو لون الله. الواحد بيقول يا رب لو ما كانش ربنا من عليه بالخير وان عرف طريق ربنا كان هيبقى فين؟ يا نهار مهلكه. كل واحده لها طاعه، بس خلينا نتفق على اساس وتبقى منه الانطلاقه الحقيقيه اللي هي اول حاجه صلتي بربنا. امورك ثابته، يعني صلاتك على وقتها، يعني ما ينفعش يجي صلاه واحنا مؤخرين. يعني على الاقل كل يعني صلاه ما عدا طبعا المغرب والعشاء والفجر طبعا بيبقى اول 10 دقايق ربع ساعه، بعد ما تسوديش عن كده راح اتوضى بتعملي. انا اعرف اخت والله وموجوده دلوقتي 2023 تعرف كالاتي بكده، قلت لها انت اللي ينطبق عليك الايه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اخت تانية مقيم الصلاه بيجعلني مقيم الصلاه، انت نحسبك انت واهل بيت. لو النبي بتاعتي يحب التوابين دي يجي الاذان تبص تلاقيها مشمره، رايحه فين يا بنت استحبي ولا مشمره وراحه تتوضى. قلت لها وانت لسه لا لا بحب دايما وضوء على وضوءه. الاخت التانية اللهم بارك اللهم بارك، هو يأذن هي جري، هتقوموا ولا كده هديكوا دقيقتين يلا عشان نصلي جماعه. جم ما جوش الله اكبر، فتلاقي كله بيجري عشان ايه؟ عشان يلحق يصلي معاه. انت مين؟ فين ثباتي؟ اجي نقول لك تقول لك ما هو تصلي الفجر، يا نهار ابيض احنا لسه بنتكلم في فجر، احنا لسه بنتكلم في صلاه فجر وان ضاع فجر وضاع صلاه. لا لا، لو انا عايزه ابقى نجمه في السماء ونجمه في الارض وعند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ده ثابت، الا اذا راح كده يعني قدرا مر على غفاوتي، لكن بنتكلم لكن لا. واجي اشوف اخت واحسبها ومن بيت صالح وجات تقول لك ايه؟ لا، نيجي نتكلم في سنن النوافل لسه بنتكلم في السنن النوافل صعب. الموضوع ده فيه ثابت. وردك من القران لو هتمو جنبك كده، واحنا ما شاء الله بقى نبقى العيال جنبنا وتقرا الورد وتنامي وتصحى الموت خلص الورد، اذكار الصباح والمساء اذكار اليوم والليله كل الكلام ده. ففي ثوابت معمول. والحاجه اللي تميزكم بقى من الملتقى ده، اسمعوا معايا ايه اللي يميزني واطلع بيه وابقى فعلا انا يا رب حطيت النجم وان اكون منهم يا رب ومعاهم يا رب اللهم بيه اللي حضر في الاخر كانه حضر عشان بس ايه نبقى مع بعض. ايه اللي نعمله؟ ما يعدي يوم الا وانت عامله حاجه للعباد وعامله حاجه لرب العباد. يعني ايه مفيش يوم يعدي من غير ما تتكلمي عن الله. سرين ما تيجي ما اقول لك عن ربنا كذا كذا كذا، ده ربنا قال كذا. سمعت يا كتيتا يا دعاء تعالي ده انا سمعت كذا كذا كذا، ما تقرا من النبي عليه السلام بيقول ما تيجي نطبقه. كلمت مع اخته بتكلم اسكتي مش رحنا مش عارفه فين وفتحنا ومش عملنا فين والريل الفلاني والقصه الفلانيه، شفت السناب نزل على شفتي مش قبل ما تكلمي ما بقولكيش ما كان عيشي وبنيت طالما يعني المؤاخاه وهكذا، لكن ما اختمش. تيجي نختم بحاجه لله، اوعي تختمي من غير حاجه عن الله عز وجل. قاعده اقول حاجه عن ربنا، اقول حاجه عن رسول الله وحاجه للعباد، يا بأمر بمعروف يا بنهي عن منكر يا بمنع اذى نفسي عن الغير بس. أبشرك. طب ده الجانب القلبي، فين الجانب بقى البدني وفين الجانب الإيماني وفين الجانب العملي؟ لازم أعرف حاجة عن كل حاجة. أجدع بنات شفتها حقيقة، ويعني لو كانت يمنى هنا تقول يمنى أنا موديهم مع البنات دي وهم في ثالثة إعدادي، وهم كانوا في جامعة وهي في ثالثة إعدادي معاهم، راحة تروح معاهم، ما يعدي فترة إلا بمهارة معينة. تحسب احنا مثلا هتعلم اسباني، قالت اخره 6 شهور، رحت اتعلمت اسباني، جبت الهدايا، طب اللي جاوب يعطيه يلا على طول من حاجه بسيطه. لا ده يا مريم اهي خد يا مريم تعهدت
تتعلم مهاره، قلت لك لغه جديده. واخوات تانيين قالوا احنا سمعنا ان معهد من المعاهد الفنكوشيه كده كانوا بيعلموا علم معين ما فيش الا هو كده. قالت انا هنوب عنكم واجي اعلمه لكم. راحت خدت الامر وراحت خدت اخواتها، تعالوا اتعلمنا 1 2 3 كذا. ادي الاداره، ادي التنميه، كيف اجمع ما بين الاداره والتنميه، كيف اجمع ما بينه وما بين السيره النبويه فيما قال الله وقال رسول الله. طلعوا كتاب قد كده، كلنا بقينا نروح ناخده عندهم. كتاب ما لا يقل عن 1300 صفحه. ايه الهمه دي؟ اما يجي نقول احنا سمعنا ان في هنا عمل خاص بالايتام، مش عايزين عمل تطوعي نبقى نروح نعمل لكم كذا، مش ناويين تيجوا تاخدوهم بهشه ولا حاجه ناخدهم نعلمهم عن التفكر ونوريهم الورد وهكذا. لازم تبقي كده. منين ما تروحي الله شفتوا اهي كانت هنا، فين الاثر اهو، فين النجمه مشيت راحت مكان تاني لسه مش عارفين هتعمل ايه، لكن اثرها اهو مره من هنا وهذا اثر. وده الوقت، انا بقول لكم اهو يا رب اشهد عليهم، ده الوقت. اوعي تقولي لما اخلص وسط جامعه وسط ثانوي سيبك من الحاجات دي. انا عندي بنات كانوا اعدادي وثانوي طالعين ماسكين، اول ما دخلوا اولى جامعه ماسكين الدفعه. ليه؟ عيال متربين في المسجد، نزلوا في المجتمع ونزلوا عمل مش عارفه ايه ونزلوا كذا، دعكناهم في العمل العام وبعد كده يلا كل واحد خلاص اساتذه. تيجي تتكلم فيها تقول لنا عايزين بس اما تيجي الشيخ الفلاني يكلمونا على الاخلاص. انتم والله اشهدوا الله، عشان بقولك انا كده ربنا كان جايبني جرجرا كده اهو، حط في طريقي ناس. واحده وماشيه مثلا الترام مثلا كان بالشيء الفلاني، يعني حاجه كانت بسيطه والطلبه لهم تخفيض، ما تقدرش ما معهاش فلوس الترام، فحذائها متقطع، فاخت تشوفها فيجي لها الشهر تأثرها على نفسها وتجيب لها الحذاء. كان في فاكره كان في مسيره عندنا لمذبحه الحرم الابراهيمي، شوف انا عجوزه من زمان قوي. وبعدين جم لموا تبرعات. والله يا رب انا شفت هذا الامر بعيني. الاخت ديت مخطوبه من سنه اولى ثانوي لابن خالد، مخطوبه، وبعدين ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يعني على قد شغال بقى هنا ويعمل هنا وبتاع وهي اللهم بارك حمله لكتاب الله تعمل لدين الله. كانت تسجل شرايط القران للاخوات وتبعتها. زمان كده كان كاسيت عندنا ما فيش زمان كده، بتبعت الشرايط للاخوات. رأيتها تتبرع بما تملك فقط، الدبلة بتاعتها ما فيش شبكة، هو ما معهوش، هي الدبلة بس. برعت لها في تبرعات لفلسطين في يوم مذبحة الحرم الابراهيمي. قدامي 5 دقايق ما تقلقيش. لا عشان التكريم انا حبيت اكرم البنات. حاضر 5 دقايق ان شاء الله. فراح بعد لما اتبرعت واحنا بنوصلها الاقيها بتجيب من محطة الرمل دبلة فالصو مش حقيقية عشان ما تروح لأهلها. وقالت لي اكتمي عني. قلت لها هكتم عنك لكن هحكي القصه للعبره وللعظه بدون اسماء. الناس عندها ايه؟ انت فين؟ احب اختم بده، ما يعدي يوم من غير حاجه لله عز وجل وحاجه للرب وحاجه للعباد. عملتها لده وقدمها لربنا سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى يفتح بيكم ويجعلكم يا رب نجوم متألقات، اللهم امين. ويعرف بكم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللهم امين يا رب، واحنا معاهم يا رب، وجعلنا لبنة في النصر يا رب والخلافة، اللهم امين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.